تفتكر ايه اللي يخلي مدرس كيمياء تاجر مخدرات؟ مسلسل بريكنج باد مسلسل من 5 أجزاء بيحكي عن والتر وايت أستاذ الكيمياء اللي بيكتشف إن عنده سرطان في الرئة، فبيقرر إنه بمساعدة جيسي واحد من الطلبة بتوعه يعملوا مخدر الميث ويتاجروا فيه علشان يأمن مستقبل أسرته قبل ما يموت. I am speaking to my family now. فينس جليجن مؤلف المسلسل بيقول انه استوحى المسلسل من مكالمه مع واحد من اصدقائه في فتره ما كانش فيه عنده شغل بعد مسلسل ذا اكس فايلز، فصاحبه قال له وهو بيهزر بص احنا نجيب عربيه ونعملها معمل مخدرات، وقال انه عايز البطل بتاعه يبقى شخص حياته اعتياديه جدا ويتحول منها لتاجر مخدرات، ويمكن ده اللي ظهر بشكل كبير جدا في الجزء الاول لما شفنا على مدار 7 حلقات ازاي والتر وايت بيتحول من مدرس كيمياء مرتبه صغير وبيغسل عربيات وما بيعرفش حتى يقول لا هايزنبرج اللي واقف مع تاجر مخدرات بيدير صفقة مخدرات. وفي كل جزء من الأجزاء ال5 كنا بنشوف تطورات للأسوأ في شخصية والتر وايت، ومن الشخصيات المهمة جدا في المسلسل شخصية المحامي سول جودمان. Come on, please. Hello. Saul Goodman. واللي اتعمل ليه مسلسل لوحده مشتق من مسلسل بريكنج باد واللي كان اسمه باتر كول سول، وجيسي بينكمان اللي كان من اهم ابطال العمل واللي كان مفترض يموت بعد الجزء الاول، ولكن بسبب نجاح العمل قرر صناع العمل انه يفضل موجود. So you do have a plan. Yeah, Mr. White. ومش بس دي الشخصيات اللي كانت مهمة في المسلسل، كل الشخصيات كانت مرسومة حلو، حتى الشخصيات الثانوية، ويمكن ده كان من أسرار نجاح المسلسل. ولكن المسلسل ما نجحش بس، ده أثر على السياحة في ولاية نيو مكسيكو، وده اللي اتنشر على موقع انسايدر إن المسلسل كان المفروض يتصور في كاليفورنيا ولكن اتصور في نيو مكسيكو لأسباب إنتاجية. وبعد نجاح المسلسل بقت مواقع التصوير بتجذب السياح لزيارتها، ومن أهم المواقع دي هو بيت والتر وايت. مسلسل بريكنج باد أخد أعلى تقييمات على مواقع IMDb وروتن توميتوز، وخاصة حلقة اوزيمانديس اللي خدت تقييم 10 على IMDb، والتقييم ده نادر جدا ما اتعملش على اعمال درامية كتير قبل كده. واسم الحلقة كان مستوحى من قصيدة اوزيمانديس، وهي قصيدة انجليزية، واوزيمانديس ده اسم رمسيس الثاني بالاغريقي، والقصيدة كانت بتحكي عن رحال بيمر على بقايا امبراطورية منهارة حكمها في يوم من الايام ملك اسطوري، وما تبقاش من ملكه الا تمثال محطم وسط الصحراء منقوش عليها انا اوزيمانديس ملك الملوك، انظر الى منجزاتي ايها الجبار وابتأس. والقصيدة دي كانت من أجمل القصايد اللي اتكتبت عن إن الزمن غدار ما بيسيبش أسطورة لما يهلك، زي أسطورة والتر وايت كده. قولوا لنا في الكومنتس عن أكتر مشهد بتحبوه في المسلسل، وأشوفكم الحلقة الجاية مع فيلم أو مسلسل وحكاية جديدة.